خلينا نبدأ الفيديو كده بأبو تريكة خط أحمر. فاهم يا بائس يا محلي؟ أنا زملكاوي أهو وبقول لك أبو تريكة خط أحمر، وركز قوي مع الفيديو ده عشان الفيديو ده يستاهل دعمك، يستاهل اللايك، يستاهل الشير، يستاهل الكومنتات، يستاهل يوصل لكل الناس، لأنه في مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، وتسريب عقد أحمد السيد زيزو اللي بياخد في السنة رقم خرافي. أعلى لاعب في مصر بياخد في السنة. انا ما صدقتش، انا مش متخيل ازاي احنا قادرين ندفع الرقم ده في السنه للاعب واحد بس. وهنخش كمان في الرد على الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف اللي بيقول لك مش عارفين الاهلي بيجيب الفلوس دي منين، اكيد مش من الرعايه وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم أكبر بائس محلي محروم بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابة. قبل أي حاجة اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك، أتمنى دعما منكم ليا. كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك، شير، كومنتات كتير. الفيديو ده بالذات عايزه يوصل لكل الناس وخصوصا البائس المحلي. البائس المحلي مين اللي بيغلط في ابو تريكة؟ البائس المحلي مين اللي بيشتم ابو تريكة؟ البائس المحلي مين اللي بيقلل من ابو تريكة اللي هو اصلا مواليد كفر الشيخ؟ مش بتريق يا جدعان، مع الاحترام بلاش اللي هو مواليد اسكندريه. انا اهو بتكلم على بلدي اهو، مواليد اسكندريه، ومحسسني ان هو مولود في قلب لندن. ابن الثري رايت، ابن الثري رايت. ايه يا جدعان الافواره دي؟ واحد بيحلل في بين سبورت بقاله كام سنه يقول لك محلل فاشل ومش عارف ايه وما بيعرفش يحلل. انا مش فاهم انت مين اصلا عشان تقيم اذا كان هو بيعرف يحلل ولا لا. الراجل بيقول كذا حاجه وبتحصل فعلا. الراجل بينتقد تشيلسي على اللي بيصرفوا على الفاضي. تشيلسي اكتر فريق في العالم بيصرف فلوس والمحصله صفر، وبيخسر من اخر الدوري وهو اصلا في اخر الدوري. فلما يقولك لو جمعنا محللين بين سبورت هنروح نكسب تشيلسي، مدرك مش مدرك هو بيعمل ايه؟ انت مالك؟ هو مدرك ده ابن خالتك؟ يعني انت محسسني ان انت ابن لندن، مولود في حواري لندن. فالافوره مش للدرجات يا جدعان. طبعا في تشيلساويه ليهم كل الاحترام طبعا، وفي داخل عليهم زملكاويه ما بيصدقوا ده ابو تريكه بيتشتم، يلا بينا حمله على ابو تريكه على طول. فيا بائس يا محلي، لو انت مش ناسي ان ابو تريكه هداف الديربي، لو انت مش ناسي ان احنا في عهد ابو تريكه ما كسبناش الاهلي، لو انت مش ناسي ان احنا في عهد ابو تريكه ما خدناش ولا بطوله اصلا، فحاول تنسى او تتناسى. الراجل اعتزل خلاص، بقاله من 2012 اعتزل. فنحاول، ما نفسي، احنا فاشلين ان احنا نبين غيظنا، فاشلين ان احنا نكتم غيظنا. لو احنا متغاظين ما نبينش ده، ما نبينش ان احنا متغاظين منه كده. الراجل محترم اخلاقيا، خارج الكرة محترم جدا، عمره ما غلط في اي حد. فليه نغلط فيه عشان بينتقد تشيلسي؟ حتى لو انت تشيلساوي من صغرك، ايه يعني الجامد في كده؟ يعني ايه هعيط يعني عشان تشيلسي خسر؟ ما فرقة مش مصرية. انا لو الزمالك خسر ما بعيطش، انا عيط عشان كرة. ليه اساسا؟ انا برفه نفسي. بنشجع وبنزعل وبنتأثر، بس مش لدرجة ان انا مودي يتغير بسبب حد تاني او بسبب كورة. في حاجات اولى ان انا اشغل بالي بيها او ازعل عشانها. فانت ما تعملش فيها بالله عليك ابن الثري رايت وخلاص. انت ابن لندن عشان بس الزيطة. اظن كده الرسالة وصلت، وابو تريكة خط احمر. نخش بقى في المفاجأة. يا ابني اعمل لي اللايك، يا ابني اعمل الشير، يا ابني سمع الناس، سمع اخوك. زيزو بياخد كام في الموسم؟ تسريب عقد زيزو. طبعا مين اللي سرب العقد؟ ما خلاص بقى بانت، بقى ما بانت اللعب. اي حد يبقى عليه كلام سرب عقده وصدره للجماهير. انتوا عارفين زيزو بياخد كام في الموسم؟ تسريب عقد احمد السيد زيزو مع الزمالك يكشف حصوله على 138 مليون جنيه في 3 مواسم، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 3 مليون عندما يشارك في 15 مباراة خلال الموسم. انت عارف 138 مليون جنيه يعني كم في الموسم؟ يعني 45 مليون في الموسم، زائد 3 مليون لما يشارك في 15 مباراة، يعني 48 مليون جنيه في الموسم. يعني قد اللي بياخده امام عاشور وحسين الشحات ومحمد الشناوي مع الاهلي.
يعني قد اللي بياخده المغترب او المحترف علي معلول مع الاهلي. لاعب مصري ربنا يبارك لك في رزقك وربنا يزيدك ويوسعها عليك، والله ما بحسد ولا بتكلم على اللي بتاخده، انا بتكلم على مقدورية نادي الزمالك، على قوة تحمل خزينة نادي الزمالك. بنشتكي وبنقول مفيش فلوس، بنقول ان اللعيبة بتبص لبعضها، اوضه اللبس مش مظبوطة، بنقول ان احنا ما بنعرفش نجدد للعيبة. عشان كده لما لاعب دلوقتي تديله 45 مليون في الموسم بال3 مليون، يعني 48 مليون في الموسم يا عاقل، لما تيجي تجدد له هتجدد له ازاي؟ هتقنعه ازاي؟ هتدفع له كام في التجديد؟ 55 مليون؟ محمد صبحي اللي انت محمد عواد اللي انت بتديله 16 مليون في الموسم، لما تيجي تجدد له دلوقتي هتجدد له زي ما انت بتقول له خفض راتبك، وهو ممكن ما يخفضش راتبه. محمد صبحي اللي انت بتديله 10 او 12 مليون في الموسم، دلوقتي انت لسه ما جددتلوش لا هو ولا العواد، هتديله كام لما تجدد له؟ احسن حارس في مصر وافريقيا محمد الشناوي بياخد 17 مليون في الموسم، ده اعلى راتب لاعب في الاهلي، مفيش حد بياخد اعلى منه. يعني الشحات هتلاقي عقده الجديد ب 16، امام عاشور ب 14 اللي رفض 25 مليون من بيراميدز، عشان بس اللي بيقول لك الناس بتروح الاهلي عشان الفلوس. طب بلاش بالنسبه للمصروفيه والصرف والتعاقدات، هل الاهلي ما كانش قادر يجيب مصطفى شلبي؟ من اتخن تخين يجيبه ويزود ويدفع اللي انبي عايزه، لكن كولر قال لك لا، ومجلس اداره الاهلي قال لك لا، احنا مش هندفع كل المبلغ ده في لاعب. هتقول لي صلاح محسن، هقول لك تركي الشيخ اللي جايبه، انا مالي يا عم، تركي الشيخ محبه عايز يجي، انا مالي. طب ما هو جاب لنا جاب لنا ساسي وجاب لنا النجاز وجاب لنا كروس. فانت دلوقتي لما تدفع في لاعب واحد بس 45 مليون، يعني انت لاعب واحد بس عندك نفس قصه شيكابالا، نفس قصه شيكابالا وابو تريكه. في عز ما ابو تريكه كان بياخد 850 الف في السنه، وفي عز ما بركات كان بياخد 1.5 مليون او 2 مليون، كان شيكابالا في 2010 بياخد 10 مليون في السنه. وترجع تقول لي الزمالك ما فيهوش فلوس، وترجع تقول لي مش لاقي اقبض اللعيبه، وترجع تشتكي وتعيط. 45 مليون 48 مليون في السنه. انا مش بتكلم على زيزو ربنا يزيده، لكن انت كإدارة نادي الزمالك ما تستحملش ده. يا سيدي سيبه يمشي، يا سيدي بيعه، انا بقول لك دلوقتي لا بيعه، احنا مش هنتحمل الرقم ده. ولسه فتوح عايز 30 مليون، ولو اتفوت هيبقوا 25 مليون. انت الراتب اللي بياخده زيزو في السنه بياخده حسين الشحات وامام عاشور ومحمد الشناوي، 3 في الاهلي، انت واحد بس بياخد الراتب ده. صدمه. لا بيعوا يا عم، بيعوا. ما الاهلي باع رمضان صبحي وباع ومشي من عنده عبد الله السعيد ومشي وبيكسب اهو، بيطلع غيرهم. هل الاهلي ما كانش قادر يشتري رضا بوبو؟ كان قادر يشتريه من التخين. لكن انت هتزود عليا؟ لا يابا شكرا. كذلك كولر قال لهم لا، انا ما تدفعوش الرقم ده في لاعب مصري، وما جابش رضا بوبو. حصل ايه للاهلي؟ هنشوف السنه الجايه هيعمل ايه. فصدمه. وطبعا معروف مين اللي بيسرب العقود، اي واحد قالب على الزمالك سرب له عقده وسلمه للجمهور، شكرا يا عم. ما تبيعه، لازم تسرب عقده، ما تبيعه يا عم، ما تبيعه واكسب من وراه. ما دام جاي لك فيه 6 مليون ولا 8 مليون دولار، ما تبيعه يا عم. انتوا محسسيني مع الاحترام لزيزو انه هو موجود يعني احنا خدنا افريقيا. زيزو انا معترف ان هو من احسن لعيبه مصر واحسن لاعب في مصر، ارقامه بتقول كده، بس في افريقيا على فكره ارقامه مش حلوه خالص. انا مش عارف اقول لك ايه. ننتقل لاخر خبر عشان ارد على الكابتن مهاجم نادي الزمالك السابق الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك السابق بيقول مش عارفين الاهلي بيجيب فلوس منين، اللي ظاهر قدامنا الرعايه، بس اكيد في حاجات تانية. ما هو فعلا في حاجات تانية، انا بقول لك هو في حاجات تانية. بس يا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، قبل ما اقول لك على الحاجات التانية، انت لو هتسال مين اللي بيجيب فلوسه منين، فانت تقول نادي الزمالك هو اللي بيجيب فلوسه منين. انت تقول منين؟ كان مرتضى منصور بيقول مفيش فلوس في النادي، والفلوس اللي موجوده في البنوك محجوز عليها، ومش لاقي اقبض العمال، وتلاقيه عامل صفقات ب 300 مليون جنيه السنه اللي فاتت، مصطفى شلبي بقى، على نضاي، على سامسون، على ناصر منسي، وي
ب 300 مليون جنيه، وهو كان لسه في نفس السنه بيقول مفيش فلوس، مش لاقي اقبض اللعيبه ومش لاقي اقبض العمال، وتلاقي الفلوس طلعت مره واحده. كان كل ما يتعزل ويرجع تلاقي الفلوس بترجع. فحضرتك بقى يبقى تقول لنفسك الزمالك هو اللي بيجيب فلوسه منين، او فلوسه بتروح فين، كده او كده. انما بالنسبه للنادي الاهلي فحضرتك جاوبت، فعلا فلوس الاهلي مش من الرعايه وبس. لان حضرتك لو شغلت دماغك شويه هتلاقي ان الاهلي اخر 4 سنين وصل كاس عالم للانديه، وصل نهائي افريقيا اخر 4 سنين. خد افريقيا كام مره يا سيدي؟ 3 مرات. مرتين كانت الجايزه او المكافاه 2.5 مليون دولار، يعني 5 مليون دولار. واخر مره الاهلي خدها كانت الجايزه 4.5 مليون دولار، يعني 9.5 مليون دولار من 3 افريقيا بس. 9.5 مليون دولار، شوف يعملوا كام مصري. شوف بقى، ادي 9.5 مليون دولار اهو. وهنجيب لك كاس العالم للانديه، الاهلي مشارك في 4 نسخ. قول يا سيدي اقل مبلغ الاهلي خده من كاس العالم للانديه اقل مبلغ 2 مليون دولار، في 4 ب 8 مليون دولار، و9.5 مليون دولار يعني 10.5، يعني 17.5 مليون دولار في 4 سنين. وحط معاهم 3 سوبر افريقي ب 500 الف دولار مثلا، يعني 1.5 مليون دولار. يبقى كده 20 مليون دولار في اخر 4 سنين بس. الاهلي داخل له، انا حسبت لك كام، دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي ومشاركات كاس العالم للانديه، الاهلي داخل له منهم بس في 4 سنين 20 مليون دولار. ما كل دي فلوس، ما كل دي جوائز، ما كل دي فلوس زائد الرعاية زائد الاشتراكات. ما الاهلي عمال يفتح في فروع والاشتراكات بتزيد، ربنا يزيد ويبارك. الاهلي ما عندوش فرع واحد بس زينا. كل دي فلوس. فانت حضرتك لو شغلت دماغك شوية هتلاقي ان فعلا الاهلي كل فلوسه مش من الرعاية بس. هتلاقي البطولات اللي بيفوز بيها، حسبت لك تقريبا كده 20 مليون دولار في 3 سنين او في 4 سنين. هتلاقي مشاركاته في كاس العالم للانديه، هتلاقي الرعايه، هتلاقي الاشتراكات، هتلاقي الفروع الجديده اللي بتزيد اشتراكات. ده لو حضرتك شغلت دماغك. فاتمنى نخلينا في حالنا، اتمنى خلاص الاداره السابقه مشيت، اتمنى نخلينا في حالنا، اتمنى نركز مع مشاكلنا وبس. اتمنى ده من كل الزملكاويه اللي على الميديا او اللي على قناه نادي الزمالك. اتمنى ده يحصل. بس كده خلصت حلقتنا النهارده، واتمنى اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، لايك وشير في كل حته عشان يوصل لكل الناس. سلام عليكم.